يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. السلام على أهل الإنسانية دون غيرهم. أيها العالم الرديء، ولا أريد أن أقول القذر واعفوني بهذا التعبير، أيها المتفرجون على الدم تجلسون في مقاعدكم وكأن المشهد لا يعنيكم أبدا. 1.5 سنة من الإبادة وأنتم تحصون الأشلاء كما تحصون أرباحكم. أطفال فلسطين ولبنان واليمن يمزقون وأنتم صامتون. إن لم تكونوا شركاء، وأنتم يا علماء الإسلام، يا خدم السلاطين، يا فقهاء البلاط، أين أنتم؟ أين صوتكم؟ أين دينكم؟ هل تخشون خسارة امتيازاتكم أكثر مما تخشون الله سبحانه وتعالى؟ تتحدثون عن الجهاد عندما يأمركم من يعطيكم راتبكم البائس، وتصمتون عندما يذبح أهل فلسطين. عار والله أن تحملوا اسم الدين، عار أن ترتدوا العمائم. فلسطين لا تحتاج خطبكم، لا تحتاج فتاويكم حول الطهارة والنجاسة. فلسطين تحتاج أفعالا، تحتاج إيمانا صادقا، تحتاج صرخة تهز العروش، تحتاج غضبا يزلزل الأرض تحت أقدام الجبناء. لكنكم بعتم أصواتكم كما بعتم ضمائركم، كما بعتم الأمة كلها. هل ستنتظرون حتى تصبح فلسطين ذكرى، حتى يمحى كل أثر لها، حتى يدفن التاريخ أطفالها تحت أكوام النسيان؟ لكن فلسطين باقية رغم خضوعكم، رغم جبنكم. الحق باق. والله إنني أرى جيلا من المخلصين الثائرين سيكنسكم عن آخركم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.